أعزائي المشاهدين في كل مكان، مشاهدي برنامج احنا فين، اهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقه الجديده من البرنامج والتي يسعدنا ان نقدمها من محافظه قنا وبالتحديد من شارع 23 يوليو. تعالوا نتعرف على هذا الشارع، تاريخه كان ازاي، بدايته كان ازاي، سبب التسميه ايه، اهم المعالم الاثريه الموجوده في الشارع، فتابعونا. اهلا بيك. اهلا وسهلا فندم. احنا موجودين فين هنا بالظبط؟ محافظة قنا، شارع 23 يوليو. 23 يوليو، ليه بقى تسمى 23 يوليو؟ تقريبا على اسم الثورة، اسم تاريخي يعني. اسم تاريخي. طب الشارع ده بيربط بين ايه وبين ايه في محافظة هنا؟ ده بيربط بين اول المحافظة واخر المحافظة. يعني شارع من الشوارع الرئيسية ولا شارع جانبي؟ لا، شارع رئيسي. شارع رئيسي. اتسمى 23 يوليو نسبة إلى الثورة. طب في عهد مين الكلام ده؟ نعم؟ في عهد مين؟ والله هو تقريبا في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. رئيس الراحل جمال عبد الناصر. طب قبل ما يبقى اسمه 23 يوليو كان ايه قبل كده اسمه ايه؟ لا، ما اعتقدش، مش فاكر بالظبط. مش فاكر. ما عندكش معلومة؟ لا، ما عنديش معلومة. طب تعرف ايه تاني برضه عن الشارع؟ اعرف ان هو الشارع يعني شارع اثري، يعني من اقدم الشوارع في المحافظه، يعني لان حتى لو بصيت هتلاقي كل ايه الحاجات الاثريه الموجوده فيه؟ المباني، الفيلا، المباني القديمه كلها بتدل على ان المباني دي اثريه كلها يعني. مباني اثريه؟ مباني اثريه، انت لو بصيت هتلاقي كل مسكونه حاليا ولا غير مسكونه؟ في مسكون وفي غير مسكون. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم، الله يخليك. انت موجود فين هنا بقى في محافظه هنا بالظبط؟ انا مركز دشنا. المركز دشنا، هنا المكان ده اسمه ايه؟ او الشارع ده اسمه ايه؟ 23 يوليو. 23 يوليو، الشارع ده بيربط بين ايه وايه في محافظه هنا؟ ده بيربط بين شارع المحافظه، ده الشارع الرئيسي في المحافظه. يعني من الشوارع الرئيسيه في هنا. طب اتسمى ليه 23 يوليو؟ ايه سبب التسميه؟ التسميه بتاعت 23 يوليو على ما اعتقد ان كان في ناس مشاركه في مظاهرات 23 يوليو كتير، عشان كده اتسمى بالمسمى ده. ما انت عارف ان الثوره دي كانت ثوره كبيره وكل الناس شاركت فيها يعني. لكن تحديدا ليه تسمى هذا المكان ده بالذات؟ لا تحديدا بصراحه ما اعرفش تحديدا تسمى ليه بالاسم بالذات. طب ما تعرفش في عهد مين من الساده الرؤساء او الساده المحافظين؟ ممكن في عهد السادات. احنا هنا الشارع اسمه 23 يوليو. 23 يوليو، الشارع ده بيربط بين ايه وايه في محافظه هنا؟ ده هو بص، ده بيربط بين وسط البلد كلها، يعني هو التجمع هنا بتاع وسط البلد. تمام. ما تعرفش الشارع ده طب ليه اتسمى بالاسم ده؟ هو للاسف ما اعرفش، بس هو يعني ما اعرفش والله. قبل ما يبقى 23 يوليو كان قبل كده اسمه ايه؟
هو من زمان 23 يوليو ما اتغيرش قبل كده. ما تعمل يعني؟ 23 يوليو اه. طب ايه الحاجات المعالم الموجوده فيه هنا؟ هو الحاجه اللي هو المحلات مثلا، الزحمه اللي في البلد بيربط مثلا بين زي سوق تجاري مثلا في الشارع هنا، اللي بيحتاج حاجه بينزل هنا بس. ما تعرفش طب في اي من الساده المحافظين يتسمى كده؟ والساده الرؤساء؟ لا للاسف ما عنديش فكره. اهلا بيك. اهلا وسهلا. احنا موجودين فين؟ نفس الكلام برضه شهر 23 يوليو. 23 يوليو. احنا عايزين نعرف بقى الجديد، ما تعرفش بقى تسمى ليه باسم ده؟ لا. طب ما تعرفش الشارع ده بيربط بين ايه وايه في المحافظه هنا؟ لا برضه. طيب ما تعرفش ايه اهم المعالم الموجوده في الشارع؟ معالم اثريه ولا معالم حاجات هو في كليه هندسه من ورا برضه، كانت برضه من هيئه الاثار، كليه هندسه من المعالم الاثريه برضه. بس الكليات دي على فكره ما كانتش مباني جاهزه كده، هي كانت قصور هي في كانت قصور، بعد كده هو دخل بقى في هيئه الاثار كده وخدته من بره. احنا موجودين فين هنا؟ احنا موجودين في شارع 23 يوليو هنا. 23 يوليو. طب اتسمى ليه الاسم بالشارع ده؟ الشارع بيضم مناطق أثرية وقديمة، يعني لها قديم 100 سنة يعني، ولها مناطق أثرية كلها يعني بس، وفيها قصور هنا قدام هنا اهو يعني، وكله مناطق قديمة يعني في يعني هو اتسمى كده عشان المناطق الحاجات الاثريه الموجوده فيه؟ مناطق أثرية من 100 سنة يعني، لها قرون كبيرة يعني. طب ما تعرفش التسميه دي كانت فيها عهد من الساده المحافظين او الرؤساء؟ هو في هنا قدام يعني، كان يعني في قصر الملك فاروق، في قصر قدام كان الملك فاروق، كان في مدرسة يعني بس، وكله يعني مناطق كان تبع الملك فاروق يعني، كلها في حتى يعني شارع كده هنا كله الملك فاروق. طب الشارع ده بيربط بين ايه وايه في المحافظه هنا؟ نعم بيربط بين ايه وايه؟ يعني كله في قصور كانت الملك فاروق يعني، كله كده يعني بس. احنا موجودين فين هنا؟ هنا فين تحديدا المكان ده اسمه ايه؟ او الشارع ده اسمه ايه؟ معبر. ده شارع المعبر؟ هو بنزيون بس ده اخر المعبر يعني. ده اخر المعبر، لكن الشارع ده اسمه ايه؟ بنزيون، شارع بنزيون. شارع بنزيون؟ ما تعرفش ان الشارع ده ما اسمهوش بنزيون؟ ايه؟ ما تعرفش ان الشارع ده ما اسمهوش شارع بنزيون؟ ما اسمه ايه؟ شارع 23 يوليو. بس المشهور يعني بنزيون، في اي مكان بنزيون، تركب اي مواصله بنزيون. تقول عليه بنزيون؟ في 23 يوليو هنا. لا تعرف ايه عن الشارع ده تاني؟ بعرف انه يعني شارع يعتبر من اكبر الشوارع اللي في قنا يعني، في قنا كله. الشوارع الرئيسه يعني. بيربط بين ايه وايه في المحافظه؟ بيربط من كله، بيربط مثلا ممكن تعدي من عمر، ممكن تطلع الجامعه، ممكن تروح السيد، في كثير يعني، بيربط كثير، في عندك المحكمه، في بنك كثير. شارع الجميل تقريبا يعني. شارع الجميل. ما تعرفش ان ليه شارع اسم غير كده؟ ما اعرفش والله، ممكن يكون شارع مصطفى كامل حاجه زي كده يعني. تمام. طب الشارع ده بيربط بين ايه وايه في المحافظه هنا؟ بيربط بين ايه؟ بيربط بين ميدان الساعه قدام على اليمين كده يعني. حد علمي عشان مش باقي يجينا كتير يعني. انت من فين بالظبط؟ انا من قوس. من قوس، يعني برضه من محافظتين يعني. اي مش من بعيد. لا من جنة. طب ما تعرفش ايه اهم الحاجات الموجوده في الشارع هنا؟ حياة الكافيهات والمطاعم يعني. كافيهات مطاعم كافيه. اهم المعالم الموجوده هنا في الشارع. على حد علمي انا اصلا مش يعني من قوس، بس انا اصلا كليتي اول سنه اجي في جنة اصلا.
موجودين فين بالظبط هنا؟ مدينة جنة طبعا. مدينه قنا. الشارع ده اسمه ايه؟ والله احنا الموديل القديم امتداد الجميلي ده. امتداد الجميلي. طب يبقى انت كده المفروض من الجيل القديم يبقى عارف كل حاجه عن الشارع تقريبا يعني. يعني كان في الاول اسمه شارع الجميلي؟ كان 26 يوليو تقريبا يعني 26 يوليو. تقريبا يعني. تقريبا. مش 23 مثلا؟ او 23 ممكن او كده تمشي وكده تمشي. 23 صح كده. طب ما تعرفش الشارع ده اتسمى ليه كده؟ بالاسم ده 23 يوليو طبعا ايامها يعني كان في تحديث في هنا، كان في هنا في الناحيه الثانيه زي مصرف ميه وحاجات، وكان الثوره قامت، وما بعد الثوره بتاعت 52 كل المسميات تقريبا في اماكن كتيره هتلاقي 23 يوليو. اتغيرت. هنا كان في مرور. يعني نقدر نقول مثلا في اكتر من شارع هنا بالاسم ده في هنا؟ لا في هنا 23 يوليو لا تقريبا مدينه هنا لا. لكن يعني في محافظات ثانيه هتلاقي 23 يوليو كتير. تمام. الشارع ده بقى ايه اهم المعالم الموجوده فيه؟ المرور القديم، جامع ناصر، كان الطبقه الراقيه يعني مباني اثريه موجوده هنا كتير اغلبيتها. بص حضرتك هتلاقي، وكان في مباني تقريبا اتأممت. يعني زي ايه بالظبط؟ يعني كان في مبنى هنا معمول زي دار للطالبات المغتربات تابع الكنيسه، متأمم في حاجات كتيره متأممه هنا. ما تعرفش الشارع ده اتسمى في اي عهد من الساده الرؤساء او المحافظين؟ لا مع الاسف يعني. هنا شارع 23 يوليو. 23 يوليو. ما تعرفش الشارع ده اتسمى كده ليه؟ لا بصراحه ما اعرفش. ما تعرفش؟ ما اعرفش. ما تعرفش اهم المعالم الموجوده هنا في الشارع؟ اهم المعالم هنا عندك مستشفى الجامعه. مفيش مباني اثريه موجوده في الشارع؟ لا مباني اثريه ما اعتقدش. مفيش مباني اثريه. ما تعرفش طب الشارع ده اتسمى بالاسم ده يعني في اي عهد من الساده الرؤساء؟ لا والله للاسف. طب الشارع ده بيربط بين ايه وايه في المحافظه هنا؟ هنا بيربط يوديك هنا على مديريه الامن، على المعبر، على مستشفى الجامعه. تمام. ممكن يحاول يوديك برضه فوق على شارع الجميل عند المحطه. تمام. من عند مديريه الامن يوديك هنا على الكنيسه على حوض 10. تعرف الشارع ده اسمه ايه؟ شارع 23 يوليو. 23 يوليو. انت ساكنه هنا في الشارع؟ من زمان ساكنين يعني طلعتي واتولدتي لقيتي نفسك ساكنه في الشارع ولا جايين قريب؟ لا احنا ساكنين هنا من زمان خالص، حتى جدتي كانت هنا. يعني جدتك اكيد يعني بقى بتقعدي معاها وبتحكي لك عن الشارع وعن البلد. ما قالتلكيش الشارع ده ليه سموه 23 يوليو؟ لا اعرف ليه، لانه هنا كان حصلت معركه كانت في 1963 عشان كده سموه 23 يوليو نسبة لليوم اللي حصل فيه. يعني كان اليوم اللي حصلت فيه المعركة 23 يوليو، عشان كده سموه الشارع باسم ده. المعركة دي طب اسمها ايه؟ ما اعرفش. ما خدتوش ثورة 23 يوليو عندكم في التاريخ؟ لا ما خدناش كتير عنها. يعني في ندوات كانت بتحصل عندنا في المدرسة، كانوا بيجيبوا ناس يعني بيفهموها ايه معنى 23 وكده يعني. لكن كانت من سنتين الندوة دي لما كنت في سنة رابعة، فمش فاكرة مش متذكرة كويس. احنا موجودين فين هنا بالظبط؟ احنا شارع 23 يوليو. 23 يوليو. ايوه. اتسمى ليه كده بالشارع ده؟ عشان الثوره 23 يوليو. نسبة للثورة. نسبة للثوره يعني. طيب الشارع ده ايه الموجود فيه؟ ايه المعالم الاثريه الموجوده هنا او الحاجات المعالم الموجوده هنا؟ انا اقول لك يعني الشارع ده اتسمى 23 يوليو، كان محافظ عبد الله غباره ده. كان اول محافظ بعد الثوره يعني لقنا. تمام. هو اللي سماه ده. سمى الشارع كده. سمى الشارع. طب في اي عهد من الساده الرؤساء؟ عهد جمال عبد الناصر. السيد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. ايوه. طيب يعني قبل ما يبقى 23 يوليو اسمه كان ايه قبل كده؟ كان امتداد لشارع الجميل يعني، كان هو شارع الجميل. كان اسمه شارع الجميل. امتداد ليه. امتداد ليه، وبعد كده اتغير بقى 23 يوليو. 23 يوليو. في حاجات تانية موجودة هنا بتربط في المحافظة؟ نعم. يربط بين ايه وايه في المحافظة؟ هو شارع رئيسي يعتبر يعني. هنا زي ما قلت لك يعني في العمارات دي كانت بنتها الثوره بعد 23 يوليو. كان ساكنين هنا الالمان بيعملوا كوبري دندره سنه 68.
تمام. يعني افتتح 68، يعني هو من 67 ولغايه ما خلصوا 68. احنا هنا في جينا شارع 23 يوليو. 23 يوليو، ما تعرفش الشارع ده اتسمى كده ليه؟ والله طبعا زمان هنا كانت الثوره، فطبعا ايام الحمله الفرنسيه على جينا هنا طبعا اهل ايتاي البارود جاءوا هنا طبعا في العصر القديم شويه كان جايين عن طريق النيل. فهنا اهل جينا زمان واهل ايتاي البارود خدوهم طبعا زمان كان بالحلل والطواري والفسان وبتاع زي كده وهزموه. معركه البارود المعروفه تاريخيا. المعروفه تاريخيا دي متهيألي يعني يعني قبل ثوره اليوم. تمام. طب ما تعرفش الشارع ده كان قبل كده اسمه ايه؟ والله ما اعرفش. هو هنا كان زمان اسمها الحته دي كانت جنة. كان جنة المربع ده كده كان هو بس جنة. هي برضه اسمها هنا حتى الان كلها على بعضها المحافظه اسمها محافظه هنا. ايوه المحافظه جنة بس كانت منحصره شويه. ما كانتش واسعه بالكم الهائل اللي احنا. الشارع ده بيربط بين ايه وبين ايه في المحافظه هنا؟ بيربط هنا وبين جنة طبعا. جنة ده ماشي طوالي من هنا للجبلاو مقبل. تمام. ومن الناحيه دي كده وصل لغايه بعد جزيره دندره مبحر. تمام. ايه اهم المعالم الموجوده هنا في الشارع؟ المعالم هنا في الشارع جامع ناصر، جامع التحرير برضه من الآثار الإسلامية القديمة، طبعا مديرية الأمن. كان زمان مدرسة سيدي عمر دي تبع ملك طبعا أملاك زمان أيام عبيد باشا، مكرم عبيد. احنا موجودين في شارع 23 يوليو. 23 يوليو، الشارع ده اتسمى كده ليه؟ نسبة إلى إيه؟ اتسمى من بعد الثورة يعني. نسبة إلى ثورة 23 يوليو. ثورة 23 يوليو في عهد السيد الرئيس جمال عبد الناصر. طب ما تعرفش في أي عهد من السادة المحافظين؟ في السيد المحافظ عبد الله غبارة. عبد الله غبارة. الشارع ده طب في حاجات أثرية موجودة هنا أو معالم موجودة هنا؟ طبعا في كان مستشفى قنا العام اللي هي القديمة، في نادي الشرطة، في طبعا اللي هي البيوت اللي انت حضرتك شايفها دي كلها اثريه يعني. طب قبل ما يتسمى ب 23 يوليو كان قبل كده اسمه ايه؟ كان اسمه شارع الجميل. شارع الجميل. شارع الجميل. او امتداد شارع الجميل. او امتداد يعني فرع لشارع الجميل. انت يمكن جاوبت معنا يعني الى حد ما اجابات كلها تقريبا اقرب الى الصواب او صواب، لذلك انت فزت معنا النهارده بجائزه البرنامج. الف مبروك. الله يبارك. شكرا. أعزائي المشاهدين في كل مكان، مشاهدي برنامج احنا فين، عشنا معكم على مدار هذه الحلقة من محافظة قنا وبالتحديد من شارع 23 يوليو. قلنا لحضراتكم تاريخ الشارع، شكله كان ازاي، بدايته كانت من امتى، سبب التسمية كانت ايه. إلى أن ألتقيكم وحلقة جديدة من البرنامج، لكم أرق تحياتي وتحيات أسرة البرنامج. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.